المدلعة الدمياطي أجمل ما صنعت يدي. بجد من أجمل الحلويات اللي عملتها وكنت سعيدة بيها جدا. سعيدة لأني بحبها وكنا صعب نلاقيها في القاهرة بالجمال ده، لأن أصلا بتشتهر بيها دمياط مش القاهرة. ولكن في القاهرة ما بتبقاش بالجمال والإتقان ده. ناس كتيرة قوي من عشاق المدلعة، عشان كده عملت لكم النهاردة المدلعة الدمياطي بكل أسرارها وتفاصيلها وبأبسط المكونات. بس قبل ما أبدأ وصفتنا النهاردة، اللي ما يعرفنيش، أنا الدكتورة سمسمة، ودي قناتي قناة صحة وجمال وطبخ، واللي بقدم لكم فيها سلسلة حلقات متتالية عن الصحة ووصفات للجمال والطبخ للمبتدئين. ويلا بينا نبدأ حلقتنا بسرعة ببسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. نشوف مكوناتنا، بس قبل ما نشوف المكونات نقول الحمد لله ان ربنا رزقنا بالمكونات دي. 350 جرام من سميد البسبوسة بما يعادل كوباية ونص. 160 جرام من السكر بما يعادل كوباية متوسطة. 80 جرام من السمنة بما يعادل كوباية صغيرة. معلقتين من عسل النحل، معلقتين كبار. 80 جرام من اللبن بما يعادل كوباية صغيرة. معلقتين من جوز الهند بما يعادل 20 جرام. وبمكس المكونات السائلة دي مع المكونات الجافة اللي قدامي. عايزة اقول لكم هنا على يعني حاجة مهمة جدا، ان انا مش بعجن مكونات البسبوسة عشان البسبوسة تطلع معايا ناجحة 100%. انا مش بعجنها، انا يدوب بمكس المكونات كلها مع بعض عشان امكس المكونات الجافة مع المكونات السائلة بالمعلقة كده من غير ما اعجن فيها مدة طويلة. تمام. وعلى فكرة شربات البسبوسة هنا حابة اقولك ان انا ما عملتوش في الفيديو عشان الفيديو ما يطولش قوي، بس هو سهل جدا وبسيط. 350 جرام من المية، 250 جرام من السكر، بسيبهم يغلوا على نار هادية مع نص ليمونة ورشة فانيليا. شربات البسبوسة بيبقى خفيف. بجيب صينية بحط فيها ورقة زبدة وبدهنها بسمنة او زبدة، وبخلي براعي ان انا طرف ورقة الزبدة يبقى طويل شوية علشان يبقى سهل عليا ان انا اطلع طبقة البسبوسة من الصينية. بنزل بالمكونات كلها كده وبفردها في الصينية كويس بحيث كلها تبقى مستوى واحد، والسمك بتاعها يبقى قليل ما يبقاش تخين يعني. عايزه اقول لكم ان البسبوسه دي بجد ممكن تاكلوها لوحدها، هي طلعت روعه والله، طلعت طعمها جميل وطريه ويعني لذيذه جدا، يعني ممكن حتى تاكليها لوحدها من غير المدلع. بدخل الصينيه على نار هاديه في فرن الكهرباء فوق وتحت، ما اخدتش معايا حوالي تلت ساعه، وبنزل بالشربات على البسبوسه. اهم تركاية، الشربات سخن والبسبوسة سخنة. تاني يا جماعة، الشربات سخن والبسبوسة سخنة، غير كده هتطلع معاكي مش حلوة. كل ما انزل، انا على فكرة نزلت شربات كتير علشان انا حابة ان هي تبقى طرية. كل ما بنزل الشربات وتمتصه زي ما انتوا شايفين يبقى كده البسبوسة ناجحة 100%. هي عمالة تشرب في شربات البسبوسة، هي كده ناجحة 100% الحمد لله. بركن البسبوسة بقى لحد ما تبرد، وبدخل علشان اعمل طبقة الكراميل. دي من اجمل الطبقات في المدلعة، بجد بتديها شياكة وروعة، مش قادرة اوصف لكم. انا اصلا بحب الكراميل جدا، وان شاء الله هقدم لكم بيه وصفات كتير. الكراميل عبارة عن كوباية من السكر، كوباية من المية السخنة، كوباية من اللبن وعليها معلقة نشا، معلقة من الزبدة او السمنة. بفرد كوباية السكر في صينية او حلة كبيرة، يعني سوري اقصد في طاسة او حلة كبيرة، وبسيبها ما احركهاش خالص الا لما بتبتدي تتحول للصورة السائلة زي ما انتوا شايفين من على الجنب كده. اول ما بتاخد الصورة السائلة دي ببتدي احرك حاجة بسيطة، مش بقلب باستمرار، ابتدي احرك بس الجزء اللي سال كده لحد ما كل كوباية السكر تتحول للصورة السائلة اللي انتوا شايفينها دي. وبنزل بكوباية المية السخنة. طبعا هلاقي تكتلات كده بسيطة
هبتدي ادوبها عادي، ما تقلقيش خالص، ما فيهاش اي مشكله، لان هو يعني في الاول وفي الاخر سكر، يعني هيدوب ان شاء الله. ببتدي احرك كده لحد ما ادوب كل الحاجات الصلبه او السكر المتجمد ده، لحد ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص. بعد كده بجيب كوبايه اللبن وادوب فيها معلقه النشا على البارد، وانزل بيها كوبايه لبن دافي شويه، وانزل بيها على السكر، وببتدي اقلب بقى باستمرار لحد ما يديني قوام تقيل، تبتدي تغلي وتديني قوام تقيل. على فكرة الكراميل لما بيبرد ويتحط في التلاجة القوام بتاعه بيتقل اكتر. اهو غالي زي ما انتوا شايفين، القوام ابتدى يتقل، هو ده القوام المطلوب. وبنزل بقى في النهاية بمعلقة سمنة او زبدة. شايفين طبعا لما احطه في التلاجة هيتقل اكتر. ببتدي بقى احضر ديسك الكنافة، عبارة عن 300 جرام من الكنافة، وبنزل بيهم يعني الكنافة تبقى عندي مفتتة زي ما انتوا شايفين. انا اصلا كنت جايباها وحطاها في الفريزر، خرجتها وفتتها زي ما انتوا شايفين كده. بنزل بيها بنزل عليها يعني 20 جرام من سكر البودرة بما يعادل معلقتين كبار، 80 جرام من السمنة بما يعادل كوباية صغيرة. السمنة باخد جزء منها انزله على الكنافة، والجزء التاني هحطه على الوش زي ما هتشوفوا معايا كمان شوية. وببتدي اميكس الخليط دوت. عايزه اقولكم ان انا بنزل برضو بمعلقتين من الشربات على الكنافه عشان تديني اللون الذهبي، وده السر بتاعي انا بقى. بتجيبي شربات تكوني محضراه من قبليها، شربات الكنافه بتكوني محضراه، وتنزلي بمعلقتين كبار من الشربات عشان تديني اللون الذهبي. بقيه السمنه اللي انا كنت سايباها في الكوبايه بنزل بيها على الوش زي ما انتوا شايفين كده، وبدخلها في الفرن على نار هادية، نار متوسطة. وبنزل بشربات الكنافة، شربات الكنافة بارد والكنافة سخنة، شربات الكنافة بارد والكنافة سخنة عشان تطلع ناجحة معاكي. وبركنها لحد ما تبرد طبعا، وببتدي اجهز طبقة الكريم شانتيه. انا استخدمت النوع دوت من الكريم شانتيه اسمه دريم، بتبقى علبة زي ما انتوا شايفين كده. اخدت منها 6 معالق من الكريم شانتيه، طبعا محتاجة كمية كبيرة. ونزلت عليها بلبن، كوباية من اللبن المثلج فيه قطع من التلج، وابتديت اضرب كتير على يعني اقصى سرعة. انا طبعا نزلت هنا باللبن بالتدريج، ما نزلتش بكوباية كلها، لاني عايزة طبقة الكريم شانتيه تبقى تقيلة قوي، لانه انا كنت بجهز المدلعة وكانت درجة الحرارة 40، فانا محتاجة ان طبقة الكريم شانتيه تبقى تقيلة عشان اعرف اشتغل فيها، وفي نفس الوقت علشان ما تختلطش بطبقة الكريم كراميل، تبقى سوري طبقة الكراميل. يعني انا عايزة كل طبقة لوحدها. ونزلت هنا بكريمة خفق، طبعا دي اختيارية ممكن تستغني عنها. ده القوام المطلوب بتاع الكريم شانتيه. جبت طبقة الكنافة في المدلعة، الكنافة بتبقى من تحت، وبعدين طبقة الكريم شانتيه، وطبعا في الاخر البسبوسة مع الكريم شانتيه مع الكراميل. جبت طبقة الكنافة وابتديت احط عليها طبقة كده حلوة محترمة من الكريم شانتيه. شايفين لازم الكريم شانتيه يبقى تقيل شوية علشان كل طبقة تبقى في مكانها. وابتديت اوزعه. طبعا مش شرط ان انا اساوي الطبقة قوي، لان انا هنزل عليها بطبقات تانية فهي هتتدارى. المهم ان انا اغطي كل مكان بالكريم شانتيه. ابتديت بالسباتولا افرد كده على قد ما اقدر. حطيت عليها بقى طبقة البسبوسة، وبعد كده ابتديت افرد طبقة كمان من الكريم شانتيه على البسبوسة. عايزة اقول لكم انه مفروض طبقة الكريم شانتيه تبقى تقيلة، لاني احط عليها الكراميل، ف
محتاجاها تبقى تقيلة علشان يعني تبقى كل طبقة في مكانها زي ما قلت لكم. نزلت بقى هنا بالكراميل بعد ما برد خالص وحطيته في التلاجة. نزلت على الكريم شانتيه بطبقة الكراميل. لو تلاحظوا هنا يعني لما اجي افرد الكراميل مفروض انه الكريم شانتيه يبقى في مكانه وما يجريش معايا وانا بفرد الكراميل. علشان كده قلتلكوا انه المفروض ان طبقة الكريم شانتيه تبقى تقيلة، وخصوصا في الحر اللي انا كنت بشتغل فيه. عايزة اقولكوا اصلا درجة الحرارة كانت 40، يعني علشان اعمل يعني كل خطوة من دي كنت لازم ادخلها التلاجة شوية واخرجها، لانه الجو كان حر جدا بصراحة. هنا بقى حسيت بالسعادة بجد، الكراميل مع الكريم شانتيه ميكس لطيف جدا يعني مغرية جدا. شايفين انا بحرك براحتي خالص، بفرد في الكراميل ومش قلقانة انه ياخد الكريم شانتيه ويخرج معايا. كل طبقة الحمد لله كانت في مكانها، ما شاء الله لا قوة الا بالله بصراحة. يعني رغم الظروف والحر بس بجد كانت ناجحة معايا 100%. انتي كمان لو مبتدئة وما عملتيش حلويات قبل كده، لو بجد اتبعتي الخطوات اللي بقولك عليها هتطلع معاكي ان شاء الله ناجحة 100%. عايزة اقولكوا دي من الحلويات الصعبة مش سهلة، ولكن اتبعي معايا الخطوات وان شاء الله اضمنلك بامر الله ان هي تطلع ناجحة 100%، حتى لو انتي مش بتعملي حلويات خالص. ابتديت انزل الكراميل في كل حتة. انا عايزة تبقى برضو طبقة محترمة من الكراميل لاني بحب الكراميل جدا. وابتديت افرد على قد ما اقدر بالسباتولا، بس طبعا يعني على ما خلصت كل الطبقات كان الكراميل ابتدى يسيح مني شوية، بس دخلته في التلاجة ولحقته. وابتديت اعمل الجناش بقى. جبت بقية الكريم شانتيه حطيته في اكياس تلاجة عادي جدا، مش شرط اكياس حلواني. وابتديت اعمل فتحة بسيطة وعملت خطوط كده من فوق بالكريم شانتيه. وبعد كده كان عندي صوص شوكولا، محبتش ان انا اعمل صوص شوكولا معاكم علشان الفيديو برضو ما يطولش، جبته جاهز. وابتديت اعمل في النص ما بين خطين الكريم شانتيه خط من الشوكولا. شايفين يا جماعة الجو حر والشوكولا عمالة تسيح وحاجات كده عجيبة. وبعد كده جبت خلة وابتديت ان انا امشي بخطوط زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. ابتديت امشي بخطوط كده عشان اعمل شكل لطيف، خطوط كده في اتجاه واحد بكل بساطة اهو. كل الخطوات قدامك، ورجعت تاني في الاتجاه المعاكس بخط تاني. شايفين الجمال بقى، شكلها ظهر وبقى جميلة. ابتديت اكمل الجناش بفستق. تعالي اقولك في ودنك، ده فستق كداب. لو عايزة تعرفي ايه هو الفستق الكتاب اكتبيلي في الكومنت وانا هرد عليكي. وابتديت ازينها بالفستق من الاربع جوانب. طبعا كده يعني شكلها بقى رائع، مش قادرة اوصف لكم جميلة قد ايه وانا فرحت بيها قد ايه. تعالوا بقى نقطعها مع بعض عشان اثبت لك ان هي مش شكل وبس، واي حاجة تشوفيها على النت لازم تشوفيها وهي بتتقطع وتتجرب عشان تعرفي ان هي مش شكل وبس. بصوا بقى، بصوا الجمال، كل طبقة في مكانها. المفاجأة بقى كمية الطراوة والجمال، وبجد طرية جدا وطعمها لذيذ وسكرها مظبوط، بعكس ما بتشوفي اي حاجة على النت بتلاقيها وهي بتتقطع كده ناشفة ومش حلوة. بصوا طرية قد ايه، بصوا جميلة قد ايه. بجد فعلا اجمل حاجة انا عملتها في الحلويات، رغم ان هي حلويات مش سهلة، بس بجد من اجمل الحلويات اللي انا عملتها. والطعم والله رهيب، صدقيني رهيب. يمكن الصورة بتتكلم عن نفسها. طبعا لو انتي وصلتي للمرحلة دي معايا من الفيديو
اعملي لايك لان ده بيساعدني جدا بليز، واعملي شير كتير عشان انتي تستفيدي وغيرك يستفيد. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اعملي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسيش تقوليلي جربتيها ولا لا في الكومنت وطلعت معاكي ازاي. عايزه اقولك ان الحلويات دي كمان شيك جدا في التقديم. يعني زي ما انتوا شايفين كده تقدري تجهزيها لضيوفك وانتي يعني مبسوطه لانه شكلها شيك جدا. عايزه اقولك ان انا عملتها بعديها تاني عشان اقدمها لضيوفي من كتر ان انا اتبسطت بشكلها وبطعمها. فيعني من اجمل الحلويات بجد اللي ممكن تجربيها. دي كانت طالعه ترند على فكره، الناس عشاق المدلعه كانوا مطلعينها ترند من فتره وكانت اخده ضجه فظيعه. هي فعلا تستاهل، هي فعلا مدلعه، هي كل حاجه فيها دلع بصراحه، شكلها وطعمها كل حاجه. يا ريت تجربيها وتقولي لي ايه الاخبار. لحد هنا خلصت حلقتي، ليكم مني ارق التحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.